والله العظيم يا جدعان حرام، يعني الواحد حزين على الرغم ان انا اتعادلت وكل حاجه. انا حزين لان كنت متعشم بزياده، اتعشمت اثناء الماتش اللي كان بايدي اكسب مستريح، يعني اكسب 3-4 مستريح قوي قوي او بزياده، في الاخر اتعادل. انا عارف ان كان اكبر املنا ان احنا بس نتعادل مع بلجيكا وفي الاخر نكسب ايران او ايا كان نيوزيلندا ونصعد، دي ابسط الامور. بس لما نزلت الماتش واتفرجت ان احنا احسن بسنين، احنا كنا احسن بكتير قوي يا جدعان اقسم بالله. عشان كده انا مش مبسوط بالتعادل. لو اسال اي حد اتفرج على الماتش بشكل عام مش مبسوطين. انت مبسوط؟ مستحيل تكون مبسوط. هتقول لي راضي، طب ما احنا راضيين عادي، ما عنديش مشكله ان اكون راضي وكل حاجه والحمد لله وكتر خير الدنيا ان انا اتعادلت وبايدي اصعد، عادي ما عنديش مشكله. بس كان بايدي اصعد من الماتش ده من الاساس. يعني اقوى ماتش عندي في المجموعه بلجيكا بالنسبه لي انا، اعتقد هيبقى اسهل ماتش. ممكن الله اعلم نيوزيلندا في الاخر يطلع منتخب رخم او ايا كان، او ايران يرخم عليه ما تعرفش تكسبه، بس انا كان بايدي اكسب مستريح 3-4. متخيل يعني 3-4 قدام بلجيكا في اول ماتش ليا في كاس عالم، بل كنت كسبان 1-0 ومع بدايه الشوط الثاني يعني بضيع 3 فرص ورا بعض. كان بايدي اسجل 2 لمرموش، 4 فرص كمان اقسم بالله والله العظيم 4 فرص قبل ما يسجلوا التعادل. 2 لمرموش، واحده لزيكو وواحده لامام. يا جدعان تعبنا من الاهمال شويه قدام الجون. احنا ما بنعرفش نسجل، مفيش حته الهدوء. مش عارف، انا والله حزين. بص هنتكلم في تفاصيل الماتش بشكل عام، وازاي قدمنا المستوى ده بالظبط قدام بلجيكا، وازاي كمان خنقنا الاجنحه زي دوكو ودي بروين ما كانش باين قوي، في نفس الوقت تروسارد ازاي عملنا ده كله، وفي نفس الوقت التحولات بتاعتنا كنا احسن، كان شكلنا احسن. هنتكلم في كل التفاصيل دي طبعا، فعايزك بقى سريعا من وصولك الفيديو انزل اعمل لايك واشترك في القناه وفعل زر الجرس شويه الحبشكنات دي، يعني فاهم؟ صباح الفل. طبعا اول حاجه لازم كلنا نشكر كابتن حسام وكل اللعيبه، ودي مع كامل احترامي حاجه يعني معلش على نفسك شويه واشكرهم. ليه؟ لان يعتبر قدموا لنا احسن ماتش لينا تقريبا من ساعه ما دخلنا كاس عالم. تخيل بتلعب قدام بلجيكا كسبان 1-0 في نفس الوقت عامل احسن اداء ليك من ساعه ما دخلت كاس عالم روسيا. لو فاكر ما شاء الله كنا في الشلاحات ما بنقدمش حاجه. طبعا اللي قبليه ما كنتش احنا عايشين ولا اي حاجه، سنه 86 مالناش دعوه احنا بالكلام ده خالص، يعني مش بتاعنا، فاهم حاجه؟ انا اخري كان 18 ده اللي انا فاكره، انما غير كده كان بلح. لو جيت بقى بص كابتن حسام بجد قدم لنا منتخب مصر شرس قوي، منتخب منظم دفاعيا، منتخب عنده بعض التحولات العكسيه اللي بيقدر يأذي بيها المنتخبات الكبيره. وشفنا ده اصلا كاس افريقيا اللي فات. لو خدت بالك احنا ازاي طلعنا كوت ديفوار، فاكر كوت ديفوار اللي ما شاء الله لسه كسبانه ليها اول ماتش ليها في كاس العالم، فاحنا قدرنا نطلع كوت ديفوار بالتحولات العكسيه. احنا منتخب في الاساس صلب. انا عايز اقول لك على حاجه بالمناسبه عشان بس افكرك بحاجه، ماتش مصر والسنغال اللي فات اللي احنا طلعنا منه في نص النهائي، انا عايز اقول لك اقسم بالله السنغال كسبتنا بالعافيه. جبت الحق، احنا منتخب رخم جدا دفاعيا، الخطوط كلها قريبه من بعض، فبالتالي ما بديش فرص للمنتخبات اللي قدامي. بالظبط، ده منتخب مصر مع حسام حسن. الشق الاولاني ان ما يخشش فيا هدف بسهوله. الحاجه الثانيه بقى دي البديهيه، ان انا عندي صلاح ومرموش، واحد بيلعب احسن لاعب بالنسبه لي في تاريخ الدوري الانجليزي، والثاني في السيتي وسريع، والاثنين صراع واقوياء. فبالتالي انسب حل لمنتخب مصر حولات مباشره. بس حلو كده، ده اللي منتخب مصر ظاهر بيه في كاس العالم قدام بلجيكا. منتخب صلب، بتلاقي قدام بلجيكا ومعاه دوكو، معاه تروسارد، معاه دي بروين، معاه الواد بتاع اتلانتا ده تيليمانس في نص الملعب بيلعب في استون فيلا، اونانا بيلعب في ويست هام على ما اتذكر، فكلهم بيلعبوا في احسن انديه على مستوى العالم وكلها لعيبه كبيره. انا عشان اقلل الفرق ما بيني وما بينهم اللي بيحصل بقرب خطوطي، ده بالظبط اللي كابتن حسام بيعمله. العب يا باشا 4-4-2 بميديم بلوك او لو بلوك شويه، بحيث لو هسيب مساحات لصلاح ومرموش. النهارده اغلبيه الماتش منتخب مصر كان بيلعب بميديم بلوك متوسط، فبالتالي انت خنقت وفي نفس الوقت خليت زيكو وامام عاشور ملتزمين دفاعيا. بشكل عام التشكيل بتاعك كان 4-4-2، الاربعه اللي ورا، الاربعه في نص الملعب عطيه وحمدي والواد اسمه ايه مهند لاشين، وامام عاشور مايل ناحيه فتوح، وزيكو ناحيه مين؟ هاني. طيب ايه اللي فرق في الجزئيه ديت مع منتخب مصر؟ في حاجتين. اول حاجه الجزء الدفاعي، ان تروسارد او دوكو دايما مش محطوطين في موقف لاعب ضد لاعب. يعني مثلا عندك دوكو لو استلم على هاني لو اترقص بيلاقي حد من وراه، بيلاقي زيكو مكمل معاه او حد من نص الملعب ورانا عطيه او مهند لاشين. والناحيه الثانيه نفس اللي كان بيحصل بالظبط العكس، لو تروسارد فكر يرقص فتوح او ايا كان بيلاقي حد معاه، بيلاقي امام عاشور ملتزم معاه دفاعيا وفي نفس الوقت بيميل عليه مهند لاشين. بالظبط ده اللي كان بيحصل. بالتالي انا قفلت وخنقت مفاتيح لعب منتخب بلجيكا، وده الصح اصلا. وده يعني مش عارف بصراحه كابتن حسام اقسم بالله ابهرنا كلنا. تخيل يعني ايه قدام بلجيكا، انا شوط اول بس مع كامل احترامي ليه عمل 3 فرص، سجل هدف
وعامل كورتين تانيين كان بايده سجلهم. هنتكلم بقى في حته ايه تفصيله الهدف. بص في الاساس احنا كمنتخب مع كامل احترامي احنا محدودين شويتين بالكوره، يعني كلنا عارفين ودي حاجه ما فيهاش اي انكار. للاسف تاسيسنا مش افضل حاجه بالكوره. حته البناء من تحت ساعه ماتش مصر والبرازيل دلوقتي بقى عمل ايه؟ هو غيرها خالص، قال لك لا يا باشا انا مش هبني من تحت خالص، هعمل ايه؟ شوبير لحمدي فتحي او اسمه ايه اللي بيلعب جنبه ياسر ابراهيم. ايه اللي بيحصل بالظبط؟ بتلاقي مهند لاشين ومروان عطيه هم اللي بيقربوا جنبهم، واللي بيطلع يزيد بيفتح بيعمل استريتش على الخط محمد هاني، في نفس الوقت فتوح. فايه اللي بيحصل؟ اول ما تيجي العب يا باشا ايه للظهير بتاعك، يا محمد هاني او فتوح ده يستلم او يلعب بدماغه وتلعب على الكره الثانيه، وده فعلا اللي كان بيحصل. عشان كده لو جيت اخدت بالك اصلا في كره التحول في الاساس كره الهدف انت قطعت وعكست اللعب الناحيه الثانيه خالص ناحيه زيكو ومحمد هاني، فالحمد لله ان هم هديوا على بعض وصلاح قرب لهم بشكل عام. فدي الجزئيه بتاعت حته بناء اللعب. منتخب مصر قال لك لا يا باشا انا مش هلعب، مش هبني لعب من تحت زي البرازيل وتقطع مني وفي الاخر البس اهداف معاقه. لا يا باشا انا العب المضمون احسن. ده اللي كان عاجبني في لعيبه منتخب مصر. الحمد لله كلهم كانوا بيلعبوا المضمون وبيلعبوا السهل، دي حاجه تبسطني، يعني اول مره اشوفها لعيب مصري بيلعب سهله، يعني دي جديده وانا مبسوط بيها والله العظيم. لو جينا بقى نتكلم على كره الهدف، كره الهدف بالظبط فيها تفصيلتين وانا اكاد اجزم انهم يعني هيبسطوك وانت كده بتسمعهم مني. انا عارف انا بقول لك ايه. اولا طبعا زيكو لما جت الكوره هدي شويه وصلاح قرب له. بص صلاح الوضعيه الجسديه اللي استلامه اصلا في الاساس هو استلم بعد كده ظهره لورا عشان يعمل الباص لامام عاشور، اللي في الاساس لو كان مكانه تريزيجيه او ابراهيم عادل طبيعي جدا بتاعهم هيكونوا ماسكين الخط، مش هيقربوا للعمق زي امام عاشور عشان لعيب يعني ممكن نقول امكانياته احسن شويتين منهم هما الاثنين. فحته الوعي تدريجيا ركز في حته الوعي ديت عشان خاطر ديت ممكن مش موجوده عند بعض اللاعبين اصلا في الاساس في منتخب مصر. لو كان صلاح استلم وبيلعب مكان امام عاشور تريزيجيه او ابراهيم عادل اعرف ان الاثنين دول هيكونوا ماسكين الخط عاملين استريتش للملعب بعيد قوي، فبالتالي صلاح كان هيرميها لهم هيتحط في موقف لعب دلاع، هيضطر بقى يعدي او يالف او ايا كان صباح الفل. تريزيجيه هيعدل وهيحط الار2 ده البديل. انما امام عاشور عشان واعي للجزء اللي هو فيه او المنطقه اللي هو فيها قرب، هو كان عامل استريتش شويه بعد كده قرب دخل العمق شويه، فبالتالي لما بيخش العمق بقى قريب شويتين للمرمى بحيث لو هشوط، وده بالظبط اللي عمله امام. انما عمل ايه؟ قرب للعمق، صلاح حطها له صح. دي بقى ميزه صلاح يعني بربع رجل ما شاء الله بجد عليه، واعي حد فاهم يعني، مش هنتكلم على صلاح. حط المرموق للواد امام عاشور اللي قرب للعمق. اللمسه الاولى بقى دي اللي فرقت جامد جدا. اللمسه الاولى استلمها ببطن رجله لجوه. ايه اللي حصل؟ طبيعي اي لعيب حد معاه كوره زي ديت هيحطها ببطن رجليه في البعيد، ده الف ب كوره اساسيه كوره. انما فكره ان هو يحط وش رجليه بعد كوره زي ديت طبيعي ان هي تروح في الضيقه مش تروح في البعيد. ليه؟ عشان تروح بالقوه اللي انت شفتها. بس عرفها دي كوره ما دام خرجت بالقوه ديت رجل امام عاشور، تخيل حارس بحجم كورتوا ما يقدرش يجيب كوره سرعتها تقريبا وصلت مش عارف كام، شفت الرقم على الفيسبوك اتصدمت من سرعتها والله العظيم. فحته ان هو استلمها وما فكرش ان هو يالف ويشوط ار2 والحمد لله كتم وش رجليه وراحت معاه، دي تفصيله هدف. امام كان واعي للمكان، قرب المسافه، دخل في العمق، بحيث هو واخد قرار انا هستلم واشوط ما بهاش تاني. اي لعيب تاني غير امام سواء بقى زي ما قلت لك تريزيجيه او ابراهيم عادل هتلاقيه ماسك خط. بس طبعا منتخب مصر الحمد لله منتخب شرس قدام اي فريق يلعب قدامه، بالاخص في الجزء الدفاعي. احنا بنعرف ندافع، احنا تحت الكوره كويسين. مهند كويس، مروان عطيه كويس، في نفس الوقت هاني ما شاء الله حط دوكو في جيبه، مش هنتكلم بصراحه. فتوح ما شاء الله. بس عندي بعض التحفظات على ياسر ابراهيم وحمدي فتحي، بس مع كامل احترامي ليهم، عملوا ماتش كبير وكل حاجه، بس الكوره في رجليهم وحشه وبتخاف، انت بتقلق مع كامل احترامي ليهم. ما حدش فيهم حتى بياخد الكوره ويزق الكوره شويتين كده لقدام عشان اسحب ازق نفسي لقدام. مش عندنا بس مش مشكله عادي، بس احنا فريق تحت الكوره، فريق رخم وعنيد وهيقرف اي فرقه لعبنا والله العظيم بجد. لو جينا بصينا بعد هدف امام عاشور كان في كوره زيكو اللي هو راح بيها بطريقه مباشره وشاط، وفي الاخر كورته طلع زي الخازوق كالعاده. لازم يعني انا مدريدي وبقول لك خازوق، يعني اسال الخوازيق اللي خازوقه منه كتير. كورته مش هتتكلم معاه في حاجه، يعني ما شال كوره اقسم بالله يا جدعان ما بتتشال، هو عشان داخل في 2 متر فمد ايديه عمل استرتش قد كده فجابها، ما تفهمش ازاي والله العظيم بجد. صعبه، كوره صعبه وكوره تخش في حراس كتير قوي ما عدا الحراس اللي زي كورتوا دوناروما، الحراس اللي ما شاء الله داخله في 2 متر بس اعرفها. فانا مش فاهم كان بايدي اسجل الثاني. حتى كوره مرموش في اخر الشوط الاول دي فرقت، الكوره اللي المدافع قلش فيها ومرموش راحها وقرر يحطها هو، يعني بيتذاكى يعني، على الرغم ان كان ممكن يبقى اذكى بكتير ويحط لصلاح اللي جاي من تحت هيشوط على طول. اسهل قرار، اسهل من ان يبقى فيه شويه انانيه. طبعا شوط اول انا طالع كسبان 1-0 قدام بلجيكا، وعامل تقريبا احسن شوط ليا من ساعه ما دخلت كاس عالم، بامان احسن شوط ليا في كاس العالم بشكل عام لمنتخب مصر. فانا المفروض شوط تاني شايف ان منتخب بلجيكا اصلا مش ولا بد، نزلنا ضغطنا
رحنا في اكتر من كره تانية والتالتة والرابعه 4 كور محققين للتسجيل، 2 لمرموش، تخيل 2 لمرموش، يعني 2 انفراد اللي هو جري بيها عدى، وفي الاخر يعني التسديده خرجت من رجليه وحشه بسبب الاحتكاك اللاعب، رغم ان هو في الاساس جري غلط بالكوره، فده مش هنرجع نلوم عليه. الكوره اللي بعديها اللي صلاح لعبها له وهو راح كان في موقف لعب اللاعب وطلع لبره، واساسها كوره زي ديت تتحط في البعيده، مش تعتمد على قوه التسديد. بص انا هقول لك على حاجه، مرموش عنده مشكله شويه كده في حته الانهاء. مرموش لعيب حلو سريع، ما شاء الله مجتهد، عنده امكانيات مرعبه بمعنى الكلمه، بس مش ذكي، ما عندوش نقطه الذكاء في اللمسه الاخيره. اللمسه الاخيره يا جدعان للمهاجم او للجناح محتاجه كلها ممكن نقول 90% منها ذكاء و10% منهم قوه. بس لو اخدت بالك ميسي صلاح الناس دي كانت بتعمل ايه؟ لمسه هدف، مش عارف ايه هدف. كره مرموش ديت اللي بكلمك فيها الانفراد، لو اتحرك صح او كان جري بقى صح كان يقدر يسجل. الكره الثانيه اللي جات له اللي اتحط فيها في موقف ضد لاعب اللي صلاح لعبها له واتحط في موقف ضد لاعب وعدى، اساسها هي ما فيهاش غير ار2 في البعيده، ده اساسها. انما هو مرموش عشان خاطر معتمد على قوه رجليه في الاساس فشاطها بوش رجليه فخبطت فعكست وطلعت بره، ما عنديش مشكله. بس ليه؟ يعني دي مشكله مرموش، ودي مشكله اعتقد لغايه دلوقتي لسه مواجهه اصلا مع السيتي، اللي هو مش مستاهله يا جدع، محتاج سكه ذكاء في اللمسه الاخيره تطورها، بس ده اللي مرموش محتاجه. مرموش مفيش خلاف عليه كده كده، يعني مش هنتكلم عليه وشايلنا كتير. وبرده في مشكله تانية انه احيانا بيمسك الكره في رجليه كتير قوي، يعني ودي رخمه. الحل الفردي اوقات مع مرموش بيبقى رخم، بيطولها شويتين ثلاثه كده زي ابراهيم دياز مع منتخب المغرب بالظبط، اللي هو انا عشان خلاص صلاح في اخر ايامه فانا النجم اللي طالع فمش عارف ايه، مش مشكله. دي كورتين بتوع مرموش. كوره تانية جات لزيكو اللي مش عارف مين لعبها بالعرض تقريبا فتوح، جات على رجل زيكو قلش، يعني هجلط، اقسم بالله هجلط. طب سيبك منها، الجلطه الاخيره بتاعت امام عاشور، كره امام عاشور اللي هي خلاص بقى الجون فاضي بالنسبه لك، وبرده هي لمسه محتاجه ذكاء، يعني هي مش محتاجه حاجه غير بالعقل، مش محتاجه قوه تسديده زي دي كلها عشان في الاخر تقلش من رجليك، لا احنا ما عندناش السنس بتاع اللمسه الاخيره اللي هي بالعقل. عارف صلاح لو كان في كوره مرموش كان حط ار2 في كورته، صلاح لو كان في كوره امام عاشور كان حط كرة سهله جدا بسيطه قال له هاتها من جوه. صلاح لو كان في كوره زيكو كان لمسها لمسه صح سجل. بس دي بقى الميزه اللي في صلاح اللي بتميزه عن بقيه اي لاعب تاني في مصر، ومع كامل احترامي للاعيبه كتير جدا على مستوى العالم، اللمسه الاخيره او الذكاء في اللمسه الاخيره دي مش موجوده. احنا بعد في الشوط الثاني في بدايته مضيعين 4 فرص، نبص نلاقي لوكاكو نازل سبحان الله الكره تلعب له بالعرض يخش في ياسر وهاني تخبط في رجليه تخش. ده مش اسلوب، ده مش اسلوب بجد. انا على الرغم ان هاني انا اتضايقت له انه سجل في نفسه، وانا بقول لك هو من احسن الناس في الماتش بشكل عام. هاني عمل ماتش عالمي على دوكو، هاني داس على وش دوكو وداس على وش تروسارد الاثنين مع بعض، يعني مش لعيبه قليله على فكره. واحد بيلعب في ارسنال واخد الدوري الانجليزي، وواحد في مانشستر سيتي اللي هو تاني الدوري الانجليزي، فهاني عمل ماتش دفاعيا عالمي بمعنى الكلمه. طبعا بعد ما دخل فينا الجون منتخب مصر راح باكتر من كره تانية وللاسف ما قدرناش نستغل، يعني للاسف. انا بس عندي بعض الحاجات كده اللي مش مفهومه في حته التغييرات. يعني كابتن حسام انا برضو مش قادر افهم هو ليه طلع محمد صلاح في الاساس، ليه اشمعنى محمد صلاح طلع؟ محمد صلاح بربع مستوى ليه بيودي اللعيبه بتاعتك بكل سهوله، عمل لك اسيست مستريح لامام عاشور، لان هو شايف في مجمعين لعب الناحيه الثانيه، فابسط حاجه انا استلم واشوف الناحيه الثانيه مين هيتحط في موقف لاعب ضد لاعب، وده اللي عمله صلاح بالظبط. ما الفش حد، ودى كره ثانيه لمرموش، كورتين لمرموش وحياتك وصباح الفل. فانا مش قادر افهم التغييرات. عندي برضو مشكله في حته ايه، التغييرات لما نزلت كنا احنا عايزين نسجل الثاني، يعني كان بايدينا نسجل الثاني. كره جت للواد مين يا رب على ما اتذكر، الواد حمزه اللي هي في اخر الواد حمزه عبد الكريم، الكوره اللي هي في اخر ماتش دي اتلعبت بعرضيه تقريبا، لو كان لمسها كان ممكن يعني، بس مش عارف. بشكل عام قدمنا ماتش محترم، ماتش يليق بقيمه منتخب مصر، ماتش بشكل عام ما قدمناش زيه اعتقد طوال مسيرتنا في كاس العالم. من ساعه ما دخلنا كاس العالم ما اعتقدش ان منتخب مصر قدم ماتش او اداء زي دوت بشكل عام، وكان بايدك تكسب مستريح بلجيكا. فانا راضي بالنتيجه الحمد لله، وفي نفس الوقت حزين ان انا ما كسبتش. انا حزين بجد. انت متخيل يعني ايه كابتن حسن وصل للمصريين كلهم ان انت تبقى حزين ان انت ما كسبتش اصلا منتخب زي بلجيكا؟ اكبر المتفائلين فينا كان بيقول يا رب نتعادل، يا رب نتعادل بجد. سبحان الله خرجنا
متعادلين وزعلانين ان احنا متعادلين. تخيل احنا وصلنا لفين مع كابتن حسام. حقيقي برضو كابتن حسام ابهرنا في نسخه افريقيا اللي فاتت. زي ما قلت لك خرجنا من نص النهائي واحنا كنا بعيد جدا ووصلنا نص النهائي، ودي حاجه تتحسب له. حاجه تتحسب له برضو الاداء اللي احنا عاملينه قدام منتخب بحجم بلجيكا. الله اعلم، مش عايزين نسبق الاحداث في الماتشات اللي جايه. طبعا معانا نيوزيلندا ومعانا ايران، اعتقد ماتشين اسهل بكتير قوي بالنسبه لبلجيكا، واعتقد ان احنا بقينا نكسب بسهوله. بدينا نكسب واحد زي مثلا هيثم حسن، اعتقد يبدا ماتش زي جاي مستريح، يعني يلعب عادي مستريح مكان مثلا بقى ايا كان زيكو، رغم ان زيكو عمل ماتش كويس جدا هجوميا ودفاعيا. صلاح نفس الفكره، مرموش نفس الفكره، الواد امام عاشور اعتقد احسن لاعب في الماتش بالنسبه لي وهو اللي خدها، اعتقد احسن لاعب في الماتش. نفس الفكره مهند وامام عاشور، مهند لاشين والواد مروان عطيه عمل ماتش كبير قوي دفاعيا وهجوميا، والاثنين كانوا ساندين وسادين بطريقه كبيره. زي ما قلت لك احنا منتخب رخم وشرس، بنعرف ندافع يعني بتاعتنا من الاخر. كابتن محمد ابو تريكه طلع في الاستوديو قال لك ان خلاص منتخب ايطاليا اصلا مش غايب عن كاس العالم، مصر بقت ايطاليا رقم 2 مع كابتن حسام حسن. انت بتلعب ب 4-4-2 وتحولات، وهات بقى اي حد، انا جاي في اي حاجه. فانا اعذرني لو طولت عليك وحقك علينا، فمش هكتب بقى عليك بقى لايك واشتراك وروق علينا كده وصلوا على النبي. سلام عليكم.